السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما نبدأ اي حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. تعالوا كده نبدأ الفيديو بتاعنا، واول حاجة نقول بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين رمضان داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما بخير، وكل حبايبكم بخير ويعود عليكم الأيام يا رب دايما بكل سعادة وفرح وهنا. وعايزة كده قبل ما أبدأ أسلم عليكم وأقول لكم شكرا جدا وبحبكم جدا جدا جدا، وادعوا لي كده في التعليقات إن ربنا يثبتنا الأيام دي كده على خير. وتعالوا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا كده ونقول صباح الخير. طبعا زي ما انتوا عارفين الفترة اللي فاتت دي الجو ما كانش كويس يعني، وكان فيه شتاء. فالنهاردة بقى الجو كان شمس والدنيا كانت حلوة خالص، فاستغليت الوقت وقلت ايه ده وقت التنظيفة بتاعتي. فطبعا زي ما انتوا عارفين اول ما ابدأ يومي لازم ابدأ يومي بالغسيل كده زي ما شفتوا، عشان انتوا عارفين طبعا انا كل يوم في الروتين بتاعي لازم يكون فيه غسيل. فاول حاجه كده شغلت الغساله زي ما شفتوا، وحطيت كده ايه الغسيل، وهي بقى تشتغل مع نفسها لغايه ما اخلص يعني اللي ورايا. طبعا كان بقالي فتره ما غيرتش بقى الدفايه بتاعه السرير والملايه وكده، وبصراحه رحت جايه بقى مغيره كله. رحت شايله طبعا الحاجات كلها في الارض، ونضفت السرير وشلت كل الحاجات اللي كانت عليه. فرشت بقى ملايه وفرشت دفايه كده جديده، وفرشت بحب الدفايه دي افرشها علشان بيبقى معاها المخده بتاعتها. فباحب افرشها كده على السرير. طبعا ده كان الشراب كانت جوري لابساه وقلعته، فراحت سايباه هنا. فهاخده كده واغسله مع الغسيل. وادي طبعا الدفايه هي زي ما بقول لكم، بعد ما فرشتها انا بحبها زي ما قلت لكم، علشان ايه؟ بيبقى معاها الخداديه بتاع المخده بتاعتها. فلما ننام كده على المخده تبقى ايه؟ مدفيانا وكده. غير الدفايات التانية اللي عندي ملهاش مخده، فدي بس هي اللي ليها مخده. المهم هنا زي ما انتم شايفين طبعا كنت فاتحه الشباك بقى والشمس بدأت تدخل، والجو كان حلو خالص النهارده. رتبت الأوضة كده وظبطتها زي ما انتم شايفين. طبعا بسيب البطانيتين الصغيرين دولت هنا بتوع تمارة، عشان لو حبت تنام بغطيها كده. وفرشت اللحاف زي ما انتم شايفين، وحطيت الخداديات وظبطت الأوضة وروقتها. طبعا الكومودينو التاني ده بيبقى عليه البامبرز والأدوية والحاجات، طبعا لازم احطهم جنبي علشان بحتاجهم على طول، فبدخل اغير التمارة او حاجة لازم يبقوا موجودين قدامي يعني. فما مش بشيلهم يعني من الكومودينو ده. فكنت ضبطت بقى الأوضة. طبعا انتوا عارفين طبعي، انا بحب اظبط أوضة أوضة، يعني ما بحبش اكركب الدنيا كلها على بعضها واجي اشيل كله على بعضه، لا بحب اخلص أوضة أوضة عشان تبقى الدنيا رايقة كده وما يبقاش ايه مكركبة الدنيا حواليا. فبعد ما خلصت أوضة النوم دخلت بقى على الركنة. طبعا انتوا عارفين ان الركنة دي قعدتنا كلها هنا، اكلنا وشربنا وحياتنا كلها في الأوضة دي. فطبعا كنت فرشة كده زي ما انتوا شايفين، اللي هي القماش اللي لونها بني دي طبعا كبيرة خالص، اخدة كل السجادة. باحبها عشان إيه، بتبقى يعني زي ما أنتم شايفين كده مغطية الأرض كلّها. طبعًا بتخلّي لي السجادة نضيفة خالص، وبتخلّيني لا أنا أحتاج لا أكنس ولا أعمل أي حاجة بصراحة. طبعًا شايفين الشمس داخلة جوّه إزاي الأوضة، بصراحة كانت الشمس النهارده حلوة جدًا، 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 وكنت فاتحة بقى الستاير اللي برّه، وكنت مبسوطة خالص كده إن الشمس داخلة جوّه الأوض، وباحب كده الشمس تدخل جوّه كده وتدّينا طاقة حلوة كده، باحس كده بإحساس جميل جدًا والشمس داخلة جوّه الشقة. فالمهم شِلتها طبعًا وروّقت الأوضة زي ما أنتم شايفين كده وضبّطتها. أنا عايزة أقول لكم إن أنا عندي الشقة والله العظيم نضيفة، يعني بُصّوا مش اللي هي بقى محتاجة روتين عميق والحاجات دي لأ. لإن أنا كنت منضّفة أصلًا على دخلة الشتا التنضيفة العميقة بقى، وكنت فارشة السجاد التقيل والحاجات دي. فكانت الشقة عندي نضيفة، أنا كل يوم لازم أعملها وأنضّفها وأخلّيها زي الفل، فهي دايمًا عندي الحمد لله، الحمد لله نضيفة. حتى لو الأولاد بيلعبوا وبيكركبوا وبيبوّظوا كل حاجة، ده طبيعي طبعًا كل الأولاد بتعمل كده. بس أنا على طول، على طول إيديّا في الشقة. على طول لمّا الأولاد يكركبوا حاجة أو يبوّظوا حاجة على طول باعملها. عشان كده الشقة يعني باخلّيها إيه، نضيفة اللي هي تبقى سهلة بالنسبة لي إن أنا أشيل، أعمل حاجة بسيطة كده يعني. فالحمد لله إن ربنا بيقدّرني إن أنا أعمل كده بصراحة. هنا طبعًا كنت وريتكم بقى إن أنا نشّرت كده شوية غسيل اللي كانوا طالعة من الغسالة أول مرّة. دايمًا على طول باغسل هدوم الأولاد أول حاجة. ونشّرتها، وطبعًا رُحت فارشة الحافظة اللي أنتم شُفتوها دي على السجادة، عشان أنا طبعًا شِلت التانية. فرشت دي عشان برضه تحفظ السجادة، لو حد من الأولاد قعد، لعب، أكل حاجة ما تُقعش على السجادة يعني. طبعًا هنا أكتر حاجة بتبقى مكركبة في البيت كُلّه هو المطبخ. بصراحة أنا عندي المطبخ بيبقى شايل كل حاجة. بصراحة يا جماعة هو أهم حاجة في البيت المطبخ بجد، أقسم بالله يعني اهتموا في البيت كله بالمطبخ. أي حد بيعمل أي بيت جديد اعملوا يا جماعة مطبخ واسع، واعملوا دواليب كتير وحاجات عشان تشيل حاجتكم، لأن أنا فعلًا باعاني من الموضوع ده.
إن المطبخ عندي كنس كده ضيّق زي ما أنتم شايفين، فما عنديش دواليب كتير ولا رخامة كبيرة، فبصراحة بيبقى الموضوع مُرهق جدًا ومُتعب، وحاجات كتيرة بابقى نِفْسي أطلّعها. أنا طبعًا شايلة معظم حاجتي في كراتين تحت السرير، فطبعًا بابقى مطلّعة بس الحاجات اللي على قد اللي أنا باستخدمها. بس أنا لو عليّا وعندي مطبخ كبير وكده وعندي بقى الدواليب وكده، كنت طلّعت كل الحاجات واستخدمت حاجات كتيرة، بس الحمد لله يعني إحنا أحسن من غيرنا كتير، الحمد لله باحمد ربنا وباشكر فضله. فزي ما أنتم شايفين بقى غسلت كمية المواعين اللي كانت موجودة، ورتّبت المطبخ، وشوية الهدوم بقى اللي كانوا فاضلين دخّلتهم كده في الحمام، علشان إيه، يعني المطبخ كده ما يبقاش مكركب وحاجة، يبقى هو فاضل شوية الهدوم دُولة اللي أنا أغسلهم وخلاص. طبعًا كانت الغسالة وقفت، فهاطلّع برضه الشوية اللي طلعوا دُولة وأنشرهم، وزي ما كده كنت باورّيكم بقى بالليل خالص. عايزة أقول لكم إن أنا الروتين ده طول اليوم باعمله لكم والله العظيم، وكنت كل شوية باصور لكم حاجة من اللي أنا عملتها. طبعًا دلوقتي بقى كانت الدنيا ضلّمت، وكنت عملت الغدا هاوريه لكم في الآخر أنا عملته إيه. وكنت بقى شِلت الحافظة علشان خلاص أنا بالليل باشيلها، أنا بافضل طول النهار حاطاها عشان مثلًا زي ما قُلت لكم لو حد أكل عمل حاجة، لكن بالليل باحب إن أنا أشيلها علشان إيه، تبقى السجادة كده شكلها حلو ومريحة يعني. طبعًا هنا بقى كنت خلّصت الغسيل ونشّرت كل الغسيل كلّه، طبعًا شايفين الدنيا كانت ضلّمت إزاي، وحتى كنت منشّرة الأحبال كلّها كانت ما شاء الله مليانة غسيل، وحتى على المنشر اللي جوّه كان برضه في شوية غسيل كده برضه كنت اللي هي الهدوم الخروج بتاعة جوري وكده، كنت غاسلاها، فقُلت أنشرهم يعني جوّه لإن ما كانش ليهم مكان برّه على الأحبال. فبصراحة كان ما شاء الله عندي غسيل كتير النهارده، وأنا الحمد لله قُلت إيه، الحمد لله إن الشمس طالعة وفي هوا فهينشف على طول يعني، والصبح هالِمّه على طول أول ما الشمس تطلع عليه. طبعًا بقى كنت خلاص قفّلت بقى البلكونة، عشان خلاص الجو بيبقى ساقعة بالليل وكده، قفّلت البلكونة وقفلت الشيش والإزاز وشدّيت الستارة كده، باحب أنا طبعًا أشِد الستارة، بتدّي شكل حلو برضه وأنتم شادّينها كده يعني. بصراحة عايزة أشيل الستاير اللي هي الشيفون دي أغسلها وأشيلها على العيد، بس قُلت لأ لسه بدري يعني خلّينا شوية كده برضه قدّام شوية أبقى أشيلها وأغسلها وأشيلها، هي برضه بتاعة أوضة النوم عشان ما كنتش برضه غسلتها، فقُلت قدّام شوية يعني عشان لسه بدري شوية يعني على إن أنا أشيل وكده. طبعًا هنا كنت باورّيكم بقى في آخر اليوم خالص، كنت عاملة اللحاف كده لإن تمارا كانت بتنام على السرير طبعًا، فكنت باغطّيها وبارجع أشيل اللحاف وكده، فقُلت أعمله يعني بالشكل ده، بحيث إن لو حد نام يبقى سهل إن أنا أغطّيه يعني على طول. طبعًا ده بقى كان شكل الشقة بتاعتي في آخر اليوم زي ما أنتم شايفين بعد طبعًا أنا عايزة أقول لكم إن أنتم بتشوفوا الحاجات وهي مترتبة بس أنتم مش بتشوفوا اللي بيحصل وقت الترتيب إيه. فبصراحة بيبقى مجهود كبير جدًا، جدًا، ووقت كتير جدًا، جدًا إن أنا باقعد أرتّب وأنضّف وبامسح كل حاجة، يعني أنا بس باورّيكم الحاجة قبل ما هي متنضّفة بتبقى عاملة إزاي، وبعد ما اتنضّفت بتبقى شكلها عامل إزاي، بس وقت التنضيف بقى والحاجات دي أنتم مش بتشوفوه، بس ده بيبقى وقت كتير جدًا ومسح وتنضيف، وبس يا تمارا وبس يا جوري وده يمسك ده وأطلّعهم وأدخّلهم، فمواويل كتيرة كده. هنا طبعًا كانت مكنسة كده كانت الإيد بتاعتها بتُقع، فكنت باحاول إن أنا أضبّطها يعني، وهنا الحمد لله بقى كنت خلّصت وروّقت وضبّطت المطبخ بتاعي كلّه زي ما أنتم شايفين بقى عامل إزاي، بقى متروّق ونضيف كده. عايزاكم تقولوا لي على لون ورق أجيبه للرخامة بتاعتي، أنتم اقترحوا عليَّ، أنا عايزة أجيب الورق اللي هو بيتلزق على الرخامة ده اللي لونه أبيض، أنا كنت عاملاه قبل كده، وفي برضه لون أسود، أنا كنت مجرباه بس النوع اللي كنت جايباه كان وِحِش خالص، 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 كان عامل زي الورق، فكان مخلّي شكل الرخامة شكله وِحِش، فأنتم اقترحوا عليَّ أجيب اللون الأبيض والّا اللون الأسود؟ هنا طبعًا كنت باورّيكم زي ما قُلت لكم أنا عملت غدا إيه، طبعًا غدانا النهارده الحمد لله ألف حمد وشكر ليك يا رب، كنت عاملة صينية بطاطس فاضية كده بس الحمد لله، كنت عاملة رُز، أنا عندي الأولاد يعني بيحبوا البطاطس شوية، فكنت عاملاها صينية كده، كنت عاملة شوية رُز بشعرية زي ما أنتم شايفين كده الرُز أهو، كنت بقى إيه ضبّطته وعملته، عايزة أقول لكم يعني إن ده كان في نُص اليوم، بس أنا يعني حبيت أخلّيه لكم الأكل اللي أنا عملته الطبيخ يعني في الآخر كده في آخر الفيديو. فبس زي ما أنتم شايفين كده ده كان يومي، حبيت إن أنا أشارك معاكم اليوم بتاعي كده، هو روتين بسيط خالص ما فيهوش حاجة طبعًا زي كل الأمهات، غسيل وطبيخ وتنضيف والحاجات دي، فالحمد لله على يومنا الطبيعي، باحمد ربنا وباشكره، وعايزاكم تدعوا لي كده دعوات حلوة من قلبكم، وعايزاكم كده تشجعوني في التعليقات، تكتبوا لي تعليقات جميلة.
وإن شاء الله يعني أعمل لكم فيديوهات حلوة. ادعوا لي. أنا الفترة اللي فاتت دي ما كنتش باعمل لكم فيديوهات عشان والله كانت تمارا وجوري كانوا واخدين دور برد جامد جدًا، جدًا، وكانوا تعبانين خالص، فالحمد لله هُم بقوا أحسن الحمد لله. فقُلت بقى عشان أنا اتأخرت عليكم كتير جدًا آجي لكم بفيديو كده إيه روتين سريع كده، بس إن شاء الله في الأيام اللي جاية هاعمل روتينات كتيرة. فشكرًا جدًا ليكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني جديد، ومع السلامة.